عايز اقول لك ايه سر ان احنا بنغير ميه لاحواضنا. خد بالك ان احنا اصلا بنحاكي الطبيعه واخدين جزء منها عندنا في البيت. في الطبيعه كل شيء متجدد وكل شيء متغير لتجديد الحياه. نفس الموضوع عندنا في احواضنا، لازم نغير الميه باستمرار. طريقه مفيده لحوضك، منها ان احنا بنرجع قيم حوضك زي البي اتش والتي دي اس للقيم الاساسيه والقيم الاصول ليها، عادتش عن الحد وممكن يضر بالاسماك والنباتات. تاني حاجه تعويض البخر حاجه وتغيير الميه حاجه تانية. تعويض البخر ده شيء ضروري يومي بيتعمل، تغيير الميه شيء حتمي لتجديد الحوض. عايز اقول لك كمان ان تغيير الميه بيخلصك من الطحالب الصغيره اللي انت مش واخد بالك منها، وبيخلصك من الامونيا ومن الجراثيم ومن السموم اول باول. الفلتر نفسه ما يقدرش ان هو يتخلص منها. فالقضاء على انواع كتير من الطحالب زي الطحالب السوداء والطحالب الشعر والطحالب البني، تغيير الميه بالنسبه لهم اول خطوه للعلاج. خد بالك تغيير الميه بيخفف الاجهاد على حوضك من حيث النباتات ومن حيث الاسماك. فالكلام ده انا جاي اقوله لك بشكل سريع عشان تقدر تحافظ على حوضك وعلى صحه حوضك، واللي جاي احلى واحلى.